المصريين بالخارج، مساء الخير عليكم. لو حضرتك عندك 36 سنة ومتخلف عن التجنيد، مش هتدفع ولا جنيه غرامة. لو حضرتك عندك 36 سنة وباسبورك انتهى وانت بره وعاوز تجدده وعندك اي مشكلة بسبب انك متخلف عن التجنيد الالزامي داخل جمهورية مصر العربية، حضرتك تقدر انك تساوي وضعك بدون ما تقدم في مبادرة التجنيد. يعني حضرتك تقدر انك تنزل مصر ومش هيبقى في قضية ولا هتدفع غرامة. هتاخد الشهادة بتاعت حضرتك وتجدد جوازك وترجع تاني للبلد اللي حضرتك عايش فيها. فبالتالي لو حضرتك ما دخلتش الجيش، بتكلم عن المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية مش الهربان، المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية، لا هتدفع غرامة ولا هيتعمل لك محاكمة. اللهم إني هتيجي تخلص إجراءاتك وتحضر المستندات اللي هقول لك عليها، صورة بطاقتك وقسيمة جوازك لو حضرتك متزوج وشهادات ميلاد أولادك والإقامة بتاعت حضرتك اللي في الخارج. وخلص الموضوع على كده، تاخد شهادتك تجدد باسبورك وبترجع تاني للبلد اللي حضرتك فيها، ومبروك عليك شهادة الجيش. وشكرا جزيلا.